عمرك شفت حد بيحس بيك قبل ما تتكلم؟ قبل ما تبكي؟ قبل حتى ما تفكر تقول كلمة؟ أنا شفت، وكان طفل قاعد دايماً في مقعد رقم 7، واللي حصل بعد كده ما حدش هيصدقه. في محطة القطر كل يوم الصبح كان في ولد صغير اسمه سالم قاعد دايماً في مقعد رقم 7، عنده نفس الحقيبة القديمة ونفس النظرة الهادية اللي مليانة حاجة محدش يعرفها. الناس اتعودوا عليه، بس عمرك ما هتصدق إن محدش فيهم شافه بيتكلم ولا حتى سمعوا صوته. صوت القطار، الركاب داخلين، سالم قاعد وحيد. افتكروا إن ده طفل في طريقه للمدرسة، بس الحقيقة غير كده خالص. في يوم من الأيام دخلت بنت اسمها ميان، كانت بتعيط بصمت، موبايلها مليان رسايل مش مقروءة من أهلها. هربت منهم بعد خناقة كبيرة وحست الدنيا قافلة عليها. قعدت جنب سالم بالصدفة، وساعتها حصلت حاجة غريبة. سالم بدلها ورقة صغيرة مطوية جواها مكتوب: أقصى لحظاتك مش نهاية، بس بداية جديدة محتاجة شجاعة. رعشة مسكت قلبها، سألت نفسها هو إزاي عرف؟ بصت لسالم بس لقت عينه مركزة في الشباك ولا كأنه عمل حاجة. رجعت البيت وقررت تواجه أهلها وتكلموا وتصالحوا. كانت أول مرة بعد شهور تسمع كلمة وحشتينا. تاني يوم ميان راحت للمقعد رقم 7 علشان تشكره، بس المقعد كان فاضي. سألت راجل كبير من موظفي المحطة: في ولد صغير بيقعد هنا كل يوم اسمه سالم؟ ابتسم الراجل بتعب وقال: سالم ده مات من 2 في حادث القطر ده، وكان قاعد في المقعد رقم 7. ميان سكتت، إيدها ترتجف، فتحت الشنطة بتاعتها، لقت الورقة لسه موجودة، بس لما قلبتها ظهر سطر جديد ما كانش موجود قبل كده: لو ساعدتك الرسالة ساعدي غيرك.